تعالى بقى يا حبيبي يا زملكاوي اعرفك حاجه. زي ما انا قلت لك كان في لعيبه حلوه واستفدنا، يعني زي محمد شحاته استفدنا في مكان الباك وممكن نبني عليه ونلعب بيه تاني والكلام الحلو ده. قلنا زي ياسر حمد كان فورمه حلوه، كان قادر يمسك حسام حسن صح، لاعب جيد قدم مستوى جيد. ممكن في ماتش نهضه البركان مثلا لو حصل اصابه لحسام عبد المجيد او مسلوسي نقدر نلعب بيه. وتاني حاجه الفتره الجايه يكون غياب الزناري وغياب الونش، فممكن نلعب بالياسر حمد بعد كده. قلنا زياد كمال كان قدم مستوى هاي، كان بيسترجع للكرة لخط هجوم نادي الزمالك وليل الزمالك عموما بشكل جيد. قلنا كلام كتير على اللعيبه اللي قدمت مستوى بشكل هاي. تعالى بقى اعرفك على اللعيبه اللي كانت سيئه في الماتش، اللي كنا المفروض نستنين منهم اداء احسن من كده. هو ابراهيم رضاي، وترافيس متيابا. ترافيس متيابا مفيش كرة استلمها صح، كل كرة بيستلمها 5 متر قدام، بيجريها 5 متر قدام. ابراهيم رضاي ما رفعش عرضية واحدة توحد ربنا، عرضية واحدة توحد، حتى لو مفيش حد يلعب بدماغه ارفع يا سيدي ارفع، مفيش عرضية واحدة توحد ربنا. ابراهيم رضاي عملها ما عملش، مفيش يجيب شقلة لابراهيم رضاي. ترافيس متيابا انا مش هعاتب عليه، ده لاعب لسه عنده 18 سنة، لسه لاعب صغير لسه. بس انا عارف ومتاكد ان الواد ده عنده موهبه، الواد ده عنده اللي يفيد نادي الزمالك، بس لسه ومحتاج شغل كتير جدا. ابراهيم رضاي مش محتاج حاجه، ابراهيم رضاي لازم يمشي. انا تعبت منك يا هيما، تعبت منك، ابوس ايدك. مفيش عرضيه واحده توحد ربنا. يا حسام مجيد يعني كل اللعيبه كانت مقدمه مستوى هايل، لو هنقيم اللعيبه فكلها ما كانت مقدمه مستوى هايل ما عدا هما الاثنين دول اوسخ اتنين في الملعب. يعني اسف اللفظ بس هما كان اوسخ اتنين موجودين في الملعب بجد، هو ابراهيم رضاي وترافيس متيابا. لا لكن ترافيس متيابا انا مش بنتقده، انت كان مستواك سيء في الماتش ده لكن انت عندك اللي يفيد نادي الزمالك. اما ابراهيم رضاي ما عندوش. ابراهيم رضاي انا مش عارف احنا ازاي ممكن نحتاجك في ماتش نهضه البركان اللي هناك، اللي هو بعد 8 ايام ولا اكتر، بالمنظر اللي انت فيه ده. مش عارف يا ابراهيم رضاي، مش عارف يا اخويا اعمل معاك ايه، والله العظيم ما عارف احنا هنحتاجك ازاي. بس يا حبيبي اخوك. وتاني حاجه مالكش دعوه بالاهلاويه اللي ما بيفهموش حاجه. الاهلاويه على دماغنا من فوق المحترمين، لكن في ناس اهلاويه مش شايفين غير اللي هم يحفلوا علينا، بس يحفلوا خلاص. انتوا خسرتوا ده بكره عيد شم النسيم، مش عارف ايه، وكل ملوحه وانسى الحسن من سموحه، وسموحه حفلت عليك وعيدت. سيبك من الهري ده، دول ورب يكون ما بيفهموا حاجه بربع جنيه. انت عندك نهائي بعد كام يوم، لازم تعمل كده، لازم تعمل كده قصاد فريق عنده سكواد، قصاد فريق جيد، قصاد فريق بمدرب خبرات. فانت كنت ممكن يعني انت حاطط الخساره دي بنسبه 70% و30% انت ممكن تتعادل. انت ما عندكش حاجه غير كده، انت ما قدامكش حاجه غير كده، فمالكش دعوه بالناس دولت. خليك بفريقك وركز في فريقك، وفريقك قادر على ياخد كل البطولات ان شاء الله وبس. سلام.